الحمد لله الواحد القهار العظيم الجبار الكريم الغفار العالم بما في الضمائر وخفي الأسرار يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيض الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار خلق الخلق بقدرته ودبر الأشياء بحكمته أحمده سبحانه وتعالى آناء الليل وأطراف النهار وأتوب إليه قبل انقضاء الأعمار وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن سيدنا محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما دائمين متلازمين ما دام الليل والنهار وسلم تسليما كثيرا أيها الناس ابن آدم إلى كم تتحمل الذنوب والأوزار وإلى كم تعصي مولاك وهو مسبل عليك الأستار وإلى كم تتجاهر بالمعاصي ولم تخش عذاب النار أما تستحي من الله الواحد الجبار أما تبكي على نفسك بالدموع الغزار فانتبه قبل أن ينادي المنادي بالرحيل أما تبت إلى الله من القيل والقال فافعل الخير تجاز بالجميل ولا تنس الحساب على الكثير والقليل بين يدي الله الواحد القهار فكأني بك قد نزعت منك الروح وصارت أقاربك تبكي عليك وتنوح ولحد قبلك لانتظارك مفتوح لا تستطيع الهرب منه ولا الفرار ويأتيك فيه ملكان لأجل السؤال عن ربك ونبيك المفضل بالكمال فإن كنت سعيدا بلغت الآمال وإن كنت شقيا سرت في أسوأ حال تحت مشيئة ذي الجلال إما إلى الجنة وإما إلى النار. الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن ناركم هذه جزء من 70 جزءا من نار جهنم ولولا أنها أطفئت بالماء مرتين ما انتفعتم بها أو كما قال. الحمد لله الذي أشرق في قلوب من شاء من عباده أنوار اليقين فنشطت جوارحهم لطاعة رب العالمين. نحمده تعالى ونشكره على إنعامه المتوالي كل حين ونستعينه ونستغفره من ذنوبنا التي كل منا بها رهين ونشهد أن سيدنا محمدًا صلى الله عليه وسلم رسوله ومصطفاه أجل شفيع في المذنبين. أما بعد فيا أيها الناس إن الله لم يخلقنا عبثا ولم يتركنا هملا بل قال وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة ولا يشغلنكم التكاثر في الأموال والأولاد فإن يوم القيامة يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون واستحيوا من الله أن يقلبكم في نعمه بكرة وأصيلا وأنتم على معصيته ومخالفته معتكفون ومع كونه لا يعزب عنه مثقال ذرة فقد حد لنا حدودا
وجعل علينا حفظة وشهودا، وقال: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. عباد الله، تفكروا يوما يحاسب فيه العباد على النقير والقطمير من كل ذنب صغير أو كبير. اللهم ارزقنا توبة نصوحا، اللهم ارزقنا توبة نصوحا، وعاملنا بلطفك الخفي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تدفع بها عنا كل ويل، وتجلب بها إلينا كل نيل، وتحجبنا بها عن القوم المفسدين، وتحجب بها إلينا نور الصالحين. آمين. يغفر الله لنا ولكم ولسائر المسلمين.